بربي أجمعين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعان توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله ذران وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العايد روس الكتب أجلا عن القلب الصدار الصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين. الفاتحة بالقبول والإقبال
وصلاح كل حال، أن الله يغفر الذنوب ويصلح القلوب ويكشف الكروب ويستر عيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والعيال، ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يتولانا بولايته ويحفظنا من شر بريته ويغفر لنا تقصيرنا في حقه وفي حق نبيه وفي حق أزواجنا وفي حق والدينا وفي حقوق جميع المسلمين، ويبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا، وينقلنا وإياكم من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن حضيض النقصان إلى أوج المعالي، ومن كل حالة دنية إلى كل حالة مرضية، ويشفي أمراضنا ويصحح أغراضنا ويطيل أعمارنا مع لطفه وعافيته، ويحسن سابقتنا ويحسن خاتمتنا، وعلى كل ما نواه حبيبنا علي بن محمد الحبشي، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، ما لاح في الأفق نور الكوكب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الفاتح الخاتم المكرم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ما سارت العيس بطن سبسب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وكل من للحبيب ينسى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وكل من للنبي يصحب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أجنب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير مذهب. يا ربي صل على محمد،
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على البرايا جاهد وأرعاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجه وارحب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأطراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأول يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المعبود فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل معمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم كرسي الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تناصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب
إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرورك التوالى بحبيب عمل أنام نوالا. يا قلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلبي إن سروره قد توالى بحبيب عمل أنام نوالا. قد ترك في الحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عمل أنام نوالا. لحظته العيون في مجدرته بشرا كاملا لن يذيع الضلالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عمل أنام نوالا. ومن فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. الذي أبرز من حترة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذان صلى الله عليه بها بالصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. صلى الله عليه وعلى سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه وعلى آله. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه فكان في وعلى آله. ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه صلى الله عليه ويكتب بها بعناية الله وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بدربه وتفيعوا دلال الشرف الأصلي بوجهه وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا الرؤوف الرحيم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه. الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على خير الورى المصطفاه. اعرف الحق لأهل الحق واسلك معاهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه. السعادة
كلها باكتفاهم بخت من قد راهم أو رأى من راهم. الله الله يا الله الله يا الله لا تعالى خير الورى مصطفاه أو تعلق بهم دايم ولا زفناهم فإنهم قوم ما حد في البرية كما هم. الله الله يا الله يا الله صلاة على خير الورى مصطفاه لا ترافق وتصحاب في الخليقة سواهم فإن مولاك وفار من هبات عطاهم. الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه جاد وانعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم. الله الله يا الله الله والصلاة على الخير الورى مصطفاه فاسع فيما سعوا واشرب مع القوم ما هم علي يحبوك رباك مثل ما قد حباهم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير ورى مصطفاه حيثما كانوا أحضر في مجالس صفاهم وقت يدعون أمن حين تسمع دعاهم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفى والتمس من مدادهم واستمد من نداهم فن فيما سعوا خير الورى مقتداهم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه هو دعاهم إلى رب وشيد بناهم باتباع وحب حقق الله رجاهم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفى مصطفاه يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني آمالي بجاهك ما هم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه ربي بلغني آمالي بجاهك ما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم. الله الله يا الله 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 يا الله
وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه وعلى آله نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما مصلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وعلى آله التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وعلى آله في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة صلى الله عليه وعلى آله سادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبار صلى الله عليه فتعلقت همة راقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وعلى وإلا آله فإنها تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكنها زليلة تدوين ما عبطه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين الله عليه وبقيت وعلى آياته في آله الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة صلى الله عليه ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في جماعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى وقد آن آله للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه التي هي أحسن الشمائر. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تفادى صلى الله عليه وعلى آله. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية، اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. استودعت هذا النور المبين أصناب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه أثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروده متشوقة إلى انتقاء جواهر كنوده. وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام ببركات وسعادة هذا الإمام. ولم يزل الأرض والسماوات متضمخة بعدل الفرع بملاقاة أشراف البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي، عسى بعد الظما بايقع لي يشور حالي. بدا لي من عظيم العطاء ما قد بدا لي، وحسن الظن في من دعاني راس مالي. وفي أعتاب باب الندى حطت رحالي، وهانا منتظر
فاضل وهاب نوالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الضمابة يقع لي شرب حالي فيا ذا الجود يا رب يا مولى الموالي ويا معطي العطايا العظيمات الجزالي أذقنا بارد عفوك وأصلح كل بالي وجملنا ويسر لنا سبل الكمال ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الضمابة يقع لي شور حالي وهبنا كل ما نرتجي واقبل سؤالي وعلمنا علوم السلاطين الرجال وفقنا لما ترتضي في كل حالي وحببنا إلى المصطفى مولاه بلالي ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي أسى بعد الضمابة يقع لي شرب حالي وحطنا بالعناية وتسديد المقالي وبلغنا مقام الرضا يا ذا الجلال وحققنا بصدق اللجاء والابتهال وسامحنا وأنعم علينا بالوصال ألا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الضمابة يقع لي شرب حالي وقرب كل بعد وجدد كل بالي وحقق كل قصد لنا يا خير والي على بابك وقفنا بوصف الامتثال ومن رجواك نرجو العطاء يا ذا النوالي ألا يا الله يا رب يا
عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي. الله الله. فيا رب استجب دعوتي واحمل ثقالي على ظهري من الوزر أمثال الجبال. عسى بالمصطفى المجتبى عيني الرجال يصير الوزر حسنات والمرذول غالي. لا يا الله يا رب يا عالم بحالي عسى بعد الظما يقع لي شرب حالي. صلى الله عليه. أحسنت. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وده أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور أن عمود وبرز الحامد المحمود مذهنا لله بالتعظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله على أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد
مدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله على فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيء بجمال فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر الله سينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كل حمد مرحبا جل أن يحصره العاد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا بوجود المصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا جاهه يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد واهدنا نهج سبيلك يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا ربي الله بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله تسمية صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin wal hadirat, kita akan melanjutkan acara haul ini dengan rangkaian tasmiyah atas kelahiran dari putra dari cucu Al-Habib Muhammad, yaitu akan dinamakan dengan Alwi bin Muhammad Bagir bin Ahmad bin Muhammad Al-Munawwar. Pak Abu ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada seorang anak bayi laki-laki yang akan diresmikan namanya, yang telah dimufakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh cid dan cidaknya, dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama kalian. Alhamdulillah, nama yang sangat bagus, yaitu Sayyid Alawi bin Muhammad Al-Bagir Al-Munawwar. Semoga anak ini akan menjadi anak yang saleh, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Amin. Dijaga olehnya Al-Quran, Ya. dijaga olehnya As-Sunnah, ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم. آمين. ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Satu lagi kita mendapat titipan dari untuk tasmiyah atas nama Muhammad Zain bin Abdurrahman Marzak. Semoga bayi yang baru lahir yang merupakan dari cucu Al-Habib Alwi bin Ahmad Basin juga dijadikan hal yang saleh. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. لا زلت مسرور يا قلبي بذكر السلف، أهلي ومن مثل أهلي في السلف والخلف. لا زلت مسرور يا قلبي بذكر السلف، أهلي ومن مثل أهلي في السلف والخلف. سادات قلبي بهم دايمه في شغف، إذا ذكرت صفات القوم دمعي ذراف. أوصافهم تعجز الواصف إذا قد وصف، كم عبد منهم له السر الخفي انكشاف. حوى جميع الفضائل والحلا والظرف، يهلي لكم قدر عند الله عالي الشرف. ومن دخل في حماكم لا يخاف لا يخاف، ومن تعلق بكم أدرك جميع التحاف. مني عليكم سلام آلاف ما برقراف، مني عليكم سلام آلاف ما برقراف. وقفت بعد بكم وانتم غناما وقاف، ولي إليكم نسب عرفه من قد عرف. جدي محمد وانتم بعد جدي خلاف، جدي محمد وانتم بعد جدي خلاف. فيكم وراثة صحة صف يا خير صاف. حطوا نظركم على من بالذنوب اعترف، لا تهملوني وشلوا من قداي النكاف. مدوا إلى الله يهلي في حوائج كاف. مني لكم منتسب بالأصل ما هو سلاف. يا خير والد بأولاده وأهل رأف، فاعطف علينا فإن خير من قد عطاف. يا خير والد بأولاده وأهله رأف، فاعطف علينا فإن خير من قد عطاف. لك بحر حالي وكم من عبد منه اغترف، صلاة تغشاك يا حايز خصال الشرف. صلاة تغشاك يا حايز خصال الشرف. ولك وصحبك ومن بالحب فيك اتصاف. عسى معاكم ولا نخلف كما من خلاف، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله عليه. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة.
وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدة عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا
في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدمات الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا النصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب، وأدمنا في العمل بطاعتك الصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله بالعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الفاتحة وياسين والتحليل والتسبيح والصلاة على الحبيب إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى أرواح آبائه وإخوان من الأنبياء المرسلين من عباد الله الصالحين، ثم إلى روح محاجر الله الحبيب أحمد بن عيسى هنا البقيع المقدم أبي محمد بن علي بعلوي وأصول إمام الرحيم، ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن سقاف أولاده 19 والمنتسبين إليهم والآخذين عنهم
ثم إلى روح الحبيب علي بن أبي بكر سكران وإلى عبد الله بن أبي بكر سكران ثم إلى روح الحبيب علي دروس الأكبر ثم إلى روح الحبيب أحمد بن الأكبر ثم إلى روح الحبيب شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاسي علي باراش ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد ثم إلى روح أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبارها خصوصا الحبيب حامد بن علي الحداد والحبيب محمد بن علي الحداد ثم إلى روح صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن الحبيب علوي بن شيخ السقاف كافة المقبورين في مقبر السقاف منهم الحبيب حامد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شاب ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن سالم الكاب ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حامل الكاب ثم إلى روح الحبيب علوي بن أحمد بحسين ثم إلى روح صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وأصولي وفرين ثم إلى روح عبد الله بن عيدروس بن شهاب ثم إلى روح عقيل بن محمد بن يحيى ثم إلى روح الحبيب بن شريف علي بن شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسين بن شهاب ثم إلى أرواح كافة الأساتذة والمشايخ لمن له الحقوق علينا أن الله يغفر لهم ثم إلى روح من اجتمعنا ها هنا صاحب الحال الحبيب البركة حبيبنا الحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن ثم إلى روح الحبابة شريفة زينب بنت محمد السقاف البحر أن الله يغفر لهما ويرحمهما ويدخل الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل من رب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين
ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا هي وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذ اجتمعنا ها هنا بسببهما أن الله الوقف الحي القيوم الحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن المنور وهبابة زينب بنت محمد أسقاب الفخر أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمة والدينا والديهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين. أما ثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي الدائم البقاء الحاكم على خلقه بالفناء محيي الموتى ومميت الأحياء. أحمده على ما صرف من القضاء وأشكره على ما أزلف من النعماء وضاعف من الآلاء وصرف من اللواء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو البهاء والسناء والعظمة والكبرياء شهادة أحيا بها محسنا وأموت عليها مؤمنا وأبعث بها آمنا وأدخل بها الجنة مع من كان فيها من الموحدين ساكنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وعلى آله الأتقياء وعلى صحابته وسائر الأولياء صلاة دائمة بلا انتهاء باقية ما لها انقضاء. اللهم إنا نحمدك على ما هديتنا له من الإسلام وعلمتنا له من الأحكام حتى جعلتنا ممن يهتدي بهديك ويدين بدينك ويتبع سنة نبيك ويدمن تلاوة وحيك ويتشرف بكريم خطابك ويطالع حكم كتابك الذي أنزلته على سيدنا محمد خاتم أنبيائك المؤتمن على أنبائك فجعلته شفيعا للمؤمنين وهدى للعالمين ورحمة للمصدقين وعصمة للموقنين. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بوعده ووعيده ويتلذذ بإعادته وترديده ويكرهه بترتيله وتجويده ولا يتعدى حدا من حدوده ويعتصم به من الشيطان وجنوده ويبلغ به من رضاك إلى مقصوده. اللهم وتجاوز عنا ما قصرنا فيه من تلاوة ما رتلناها وقراءة ما تأملناها وحمل له على غير طهارة أهملناها وأعمال ندبتنا إلى العمل بها فيه فما عملناها. واغفر اللهم لنا بحرمته كل سيئة ارتكبناها أسررناها أو أعلناها
وتجاوز عنا بحقه كل خطيئة أخطأناها. اللهم اجعلنا ممن سعد به فكان له حجة، ولا تجعلنا ممن شقي به فعميت عليه المحجة. اللهم وتفضلت به كما تفضلت به علينا في هذه الساعة التي جمعتنا فيها قدرتك وألفتنا فيها مشيئتك على تلاوة وحيك وقراءة كتابك من دعوة صالحة استجبتها أو قراءة تقبلت بها أو بركة أنزلتها أو مغفرة أنعمت بها أو رحمة تفضلت بها، فنسألك اللهم أن تجعل ذلك تحفة منا وهدية عنا وصلة منا إلى سيدنا رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آباء إخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى رؤوس سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأزواج رسول الله طاهرة عمة المؤمنين سيدنا خديجة كبرى عائشة الرضا، وخصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس والحسن حسين علي زين عبد محمد باقر جعفر صادق موسى القادم علي رضا علي وريدي سيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب وسيدنا أحمد المهاجر الله أحمد بن عيسى عبيد الله سيدنا علي خلق قاسم سيدنا محمد صاحب المنبات وسيدنا الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم الحبيب علوي عم الفقيه وسيدنا حبيب علوي غير من الفقيه المقدم حبيب علي بن علوي صاحب الدرك إمام محمد مولى الدبيله سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام عبد الرحمن السقاب وشحمر مخضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب الله بكر أدوي شيخ بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب أمام بن الرحمن العطاشي علي بن الله بارس بن الله الحداد وأصولهم وفروعهم قطب شيخ بقول جيلاني شحمر البداوي شحمر الرفاعي شيخ إبراهيم دسوقي أبي حسن شاذلي محمد البوصيري صحب برده حبابا شيخ سلطان شيخ أحمد التجاني شيخ سليمان الجزيري محمد بن حبر حربال حبيب علي بن الله الإدوس وأصولهم وفروعهم وجد عن الله السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب عمر السقاب صافي حبيب حامد عمر حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى العرشي والحبيب أحمد محمد مولى شيخ يوسف عبد الحسني والحبيب أحمد بن زين حبيب عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه أحمد بن عمان بن سميد والحبيب حسن من صالح البحر إدرا حبيب عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين من طاهر وأخوانا حبيب عبد الله بن حسين من طاهر والحبيب بكر بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن حسين حبيب والحبيب عبد الله الحبيب محمد وحبيب أحمد حبيب علوي بن علي محمد بن حسين حبيب قدس محمد بن هادي السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن شعب محمد محمد المخضار والحبيب عبد القادر بن محمد السقاب والحبيب محمد صالح بن محضار الحبيب عبد الرحمن مصطفى ومن تارم وأحلام من زنبل سادة علوين والحبيب حسين بن أبو بكر عبد الله محسن العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب محمد ترهدال الحبيب علوي الحبيب حسين محمد ترهدال الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد القادر بن عبد السقام من توبان ولي تسعة رحمة الله من أنفر الشيخ بشان بالجبيه عبد علي صافي والحبيب محمد بن الحبيب محمد مخضار ولسيدين الحبيب محمد بن حسين الإدروس ولسيدين الحبيب جعفر بن السقاب حبيب علوي بن السقاب والحبيب عبد الله الحداد والحبيب السقاب شيب علي من الكتب الإمام حبيب بكر محمد السقاب والحبيب علي محمد هاشم السقاب والحبيب صالح بن حسين حامد وحسين بن الحادي الحامد والحبيب عبد القادر بن احمد بن الفقيه والحبيب عبد الله بن عبد الفقيه الحبيب محمد بن حسين بن عبود والحبيب حسن بن محمد الحداد بن حسين بن محمد العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب سالم جنس بن الخير بن الحبيب علي بن الرحمن حبشي واصولهم وفروعهم والحبيب سالم بن طه ولسنين الحبيب حامد بن عبد الله الحداد واخوان حبيب حامد واصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله بن سالم الكاب واصولهم وفروعهم شيخ بن احمد بن شهاب والحبيب احمد بن شهاب بن احمد بن شهاب عبد الله بن ابن شهاب والحبيب حامد بن محمد بن شهاب واصولهم وفروعهم والحبيب محمد بن حسن الحبشي واصولهم وفروعهم والحبيب احمد بن حمد الكاب شيخ علي بحسين والحبيب عبد الرحمن محمد المنور سيدنا الحبيب الحبيب عبد الرحمن محمد المنور والحبيب مس ايوب بريه بنت مس اجوب
وإلى الرسل الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن شهاب والحبيب أبو بكر بن علي بن شهاب والحبيب أبو بكر بن أحمد بن شهاب ولسن الحبيب عبد القادر الحبيب علي بن محمد النوار وأصولهم وفروعهم الحبيب علي بن شيخ السقاف وأصولهم وفروعهم وأم فرمس بنت عبد الحسن والحبيب محمد بن علوي السقاف الفهر وهبابة مريم بنت سالم السقاف وهبابة شفاء بنت علي المنور هبابة صوفيا بنت علي المنور وهبابة علوي بن علي والحبيب علوي بن علي المنور حبيب عبد الله بن محمد السقاف الفهر والحبيب علوي بن محمد السقاف الفهر والحبابة عائشة بنت محمد السقاف الفهر والحبيب حامد بن محمد بن السقاف الفهر والشريفة حرية بنت محمد المنور سيد علوي بن حمزة المخضر وسيد كمال حسن بن علي السقاف وسيد عبد الباسط بن حمزة المساوى وحبيب طاهر بن عمر السقاف والحبيب قاسم بن عثمان المدحيد والحبابة مستورة بنت أحمد الكاب وحبابة سوريا بنت عبد الرحمن شهاب وحبابة شريفة فاطمة بنت قاسم المدحيد وحبيب توفيق بن علي الخريد والحبيب عمر بن محمد السقاف ثم إلى من اجتمعنا ها هنا بسببهم. المغفور الوالد حبيب محمد بن علي المنور والحبابة الوالدة زينب بنت محمد الفخر الذي جمعتنا بسببهما وهديتنا للترحم عليهما. اللهم أدخل عليهما رحمة من عندك توسع بها مدخلهما وتنير بها منزلهما وتبلغه بها من رضاك أكملا وتنيل بها من ثوابك أجزلا. اغفر اللهم لنا ولهما. اللهم إنهما أصبحا فقيران إليك نازلان بفنائك متعلقان بحبل رجائك منقطعان عن أهلهما وأحبابهما مفارقان لإخوانهما وأترابهما ملتحفان بأثواب ترابهما راجيا لما يحق لهما من ثوابهما مشفقان مما يحق عليهما من عقابه. قال السماء بهما إليك الأشحى وجاد بهما الأضنى وتخلى عنهما الأخلاء وفارقهما الأحباء وتبرأ منهما الأولياء وأنت أرحم بهما من أحبابهما وأحن عليهما من أوليائهما وأعطف عليهما من أخلائهما وأرفق بهما من آبائهما وأبنائهما. اللهم فارحمهما رحمة تهديها إليهما واغفر لهما مغفرة تمن بها عليهما واجعل قراءتنا نورا لهما يسعى بين يديهما. اللهم اجعل القرآن العظيم أمنا لهما يوم الفزع وعونا لهما على هول المطلع وزلفى لهما إليك عند المرتجى يوم يأتيان وحيدان فريدان يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا واخلفه اللهم في أهلهما وأهل مودتهما بخلف صالح تجمع بهما شتاتهم وتنب بهما عليه الصلاح ثباتهم وترحم بهما أحياءهم وأمواتهم وتجبر بهما ما صدى من قلوبهم بفقرهما وتطفئ بهما ما ترم من أحشاء بوجرهما وتعصمهم بالصبر الجميل من بعدهما. اللهم إنا نتوسل إليك اللهم إنا نتشفع إليك بأوجه شفاء لديك وأعظم من أقسم بحقه عليك بحق النبي الطاهر الزكي سيدنا محمد صلى الله عليه
وآله وأصحابه وآل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مجللا سعا طبقا عاما دائما. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرم كافة الحاضرين في هذا المقام مزايا إحسانك، واقسم لنا ولهم نصيبا من لطائف امتنانك، وتغمدنا وإياهم بعفوك وغفرانك، ومن علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين بمغفرتك ورضوانك، واجعلنا يا رب من المفلحين المنجحين الفائزين البارين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وسلم عليه وعليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما، وحننا على اغتنام برهما واعتناء المعروف لديهما، وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما عظاما وإكبارا، ووصانا بالتراحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك، وتحلهم به دار كرامة وأمانك، وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيء أسرارهم، وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم، وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين، وارهم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا عليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعتفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم، والحنانة التي ملأت بها صدورهم، واللطف الذي شغلت به جوارحهم، واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين، ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين، وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين، والرعي الذي كانوا فينا راعين، أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا، وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا، وجزاود عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما أثاروا به في حق خدمتنا، واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا، ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليهم حمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا، وتحمل عنهم الضلال
المهمات التي ارتكبوها فيما اجتروا حولنا وسعوا علينا، والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرتنا له من الحسنات ووفقتنا له من الكربات، فنسألك اللهم أن تجلهم منها حظا ونصيبا، وما اغترفناه من السيئات وتسبنا من الخطيئات وتحملنا من التبعات، فلا تلحقهم منا بذلك حوبا، ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما صغرتهم من الحياة وسرهم بنا بعد الوفاة، اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات، وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا انصر أهل الصلاة بأبناء الصلاة، ولا تقفهم منا على موقف افتضاح بما تجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلوناه من تلاوة فذكيتها، وما صلينا من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحات فرضيتها، وتصدقنا من صدقة فنميتها، ونسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أخبار من خضوضنا، وقسمهم منا جزلا من أقسامنا، وسامهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك وصيتنا برهم وندبتنا إلى شكرهم، وأن تعول بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، وأسمعهم من عذاب النداء يوم التناد، واجعلنا لهم من أغبات الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira.
Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Habib Muhammad bin Husain Aidid. Yang kami hormati Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman Syahab. Yang kami hormati Al-Habib Ali bin Al-Hamid. Yang kami hormati Al-Ustadz Syauqi Al-Kaf. Yang kami hormati Al-Habib Muhammad Asgaf dari Surabaya. Yang kami hormati Ketua Rabitah Al-Habib Abdul Rahman bin Hasan Al-Habsyi. Yang kami hormati Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab. Yang kami hormati Al-Habib Muhsin Baftain. Dan yang kami hormati seluruh jamaah habaib yang hadir di majelis hari ini, dan guru-guru yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Ahlan wa sahlan wa marhaban di haul ketiga Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Munawwar. Jamaah rahimakumullah, acara haul Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Munawwar sudah berlangsung sejak tadi malam. Adapun acara sudah dimulai dengan mengkhatamkan Al-Quran oleh santri Yayasan Syifa Al-Mu'minin, pimpinan Al-Habib Sayyid Umar Muhammad Al-Munawwar. Lalu acara dilanjutkan dengan pembacaan burdah keluarga dan ziarah tadi pagi yang dilakukan oleh keluarga Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Munawwar. Lalu tadi pagi juga sudah dilangsungkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin dan dilanjutkan dengan pembacaan Sibtud Durar bersama-sama barusan, dan tasmiyah atas nama Alwi bin Muhammad Bagir bin Ahmad bin Muhammad Al-Munawwar. Setelah itu kita juga bersama-sama telah membaca Yasin dan Tahlil untuk sahibul haul, yakni Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Munawwar. Jemaah rahimakumullah, untuk kita bisa mendapatkan karamah, keberkahan, dan juga hikmah-hikmah untuk kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, marilah kita dengarkan bagaimana kehidupan sahibul haul, yakni pembacaan manaqib Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Munawwar yang akan dibacakan oleh putra beliau, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Munawwar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manaqib Al-Walid Habib Muhammad bin Ali Al-Munawwar. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 April 1921 bertepatan dengan 12 Sya'ban 1339 Hijriah. Ayah beliau bernama Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Munawwar, uminya bernama Umi Permas binti Abul Hasan. Beliau adalah cucu daripada Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Munawwar, pendiri kampung Al-Munawwar. Uminya, Umi Permas, pernah berkata kepada beliau bahwa, wahai Muhammad, Umi doakan engkau akan memiliki umur yang panjang dan barakah. Dan itu terbukti
Kewafatan beliau di umur di 103 sampai 105 tahun, lebih kurang. Nasab beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Agil bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Agil bin Abdullah bin Abu Bakar bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar As-Sakran hingga terus menyambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil beliau, di saat beliau berumur 1 tahun, beliau diceritakan oleh ibunya kepada beliau bahwa beliau diajak untuk bertemu dengan seorang waliullah, yaitu sahibul empang Bogor Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ketika itu Al-Habib Muhammad Al-Munawwar berumur 1 tahun, dan di saat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas melihat beliau yang masih bayi, Habib Abdullah membuka mulut beliau dan memasukkan air liur atau meludahi mulut beliau dengan ludah yang barakah dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, seolah-olah mengisyaratkan bahwa beliau ini akan menjadi seorang yang gemar dan asyik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, perlu diketahui bahwa Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas adalah mantu dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar, sekaligus ipar daripada sahibul qaul. Karena menikah dengan kakaknya yaitu Al-Hubabah Fatmah binti Ali Al-Munawwar. Saat umur beliau 6 tahun, beliau dan kakak perempuannya Hubabah Syifa dibawa oleh kakaknya Sayyid Agil bin Ali Al-Munawwar ke kota Palembang, dari Campeak ke kota Palembang menuju kampung Al-Munawwar 13 Ulu. Dan saat itulah beliau menuntut ilmu di Arabian School dan rajin menghadiri majlis-majlis ilmu dan tidak pernah absen untuk salat berjamaah di Mushola Al-Munawwar. Di masa remaja beliau, di saat kurang lebih umurnya 12 tahun, beliau sudah mulai berdagang korek api di pasar 16 Ilir, dan kebiasaan yang mulia yang selalu beliau jadikan kebiasaannya yaitu membelikan oleh-oleh hasil dari jualannya berupa buah-buahan untuk ayahnya Al-Habib Ali Al-Munawwar, karena kebaktian beliau kepada kedua orang tuanya. Al-Habib Muhammad Al-Munawwar adalah orang yang mandiri, pekerja keras dan pantang menyerah. Oleh karena itu beliau memberanikan diri untuk pergi belayar ke luar negeri dan bekerja di kapal dagang di sana sampai beberapa tahun. Suatu saat beliau mendapatkan mimpi. Di dalam mimpi tersebut beliau disuruh oleh ayahnya Al-Habib Ali Al-Munawwar untuk pulang ke Palembang, dan akhirnya beliau pun meninggalkan pekerjaannya di kapal dagang tersebut dan sampailah beliau ke kota Singapura untuk singgah beberapa saat di rumah kakak perempuannya yang bernama Syarifah Aminah binti Ali Al-Munawwar. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan pulangnya ke Palembang dengan kapal. Kebetulan kapal tersebut mengisi bahan bakar di Sungai Grong. Beliau langsung turun dari kapal tersebut dengan tergesa-gesa dan bertemulah dengan Al-Habib Umar bin Syekh bin Alwi Asgaf yang langsung memberikan kabar kepada beliau bahwa ayahanda Al-Habib Ali Al-Munawwar sedang menunggu beliau dan sedang sakit di komplek Asgaf. Diceritakan juga bahwa selama Al-Habib Ali Al-Munawwar sakit, seringkali menyebut nama beliau seperti memberikan isyarat bahwa obat Al-Habib Ali Al-Munawwar adalah kerinduan terhadap anaknya yaitu Al-Habib Muhammad Al-Munawwar. Semua orang yang ada di komplek Asgaf kaget melihat tiba-tiba kedatangan Al-Habib Muhammad Al-Munawwar. Al-Habib Alwi bin Syekh Asgaf adalah ipar dari Al-Habib Ali Al-Munawwar, di mana di rumah tersebut, di rumah besar tempat Al-Habib Ali Al-Munawwar dirawat. Keesokan harinya beliau pun disuruh Al-Habib Abdurrahman atau Wa'abah bin Alwi bin Syekh Asgaf atau Wa'abah untuk membawa ayahnya Al-Habib Ali Al-Munawwar ke rumah sakit. Akan tetapi ditolak oleh Al-Habib Ali Al-Munawwar. Seraya berkata, penyakit ini tidak bisa sembuh di rumah sakit, tapi sembuhnya dengan perantara tanganmu wahai Muhammad, yaitu Habib Muhammad Al-Munawwar. Ucapan beliau ini keyakinan karena yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas subuh beliau pun
disuruh oleh Al-Habib Ali Al-Munawwar ayahnya mengambil kain basah kemudian dicelupkan ke dalam kaleng tempat wadah ludahnya Al-Habib Ali Al-Munawwar. Kemudian Habib Ali Munawwar menyuruh beliau menempelkan kain basah tersebut ke kaki yang sakit, dan subhanallah, kejadian yang luar biasa pun terjadi. Kaki yang sakit tadi dan sudah mulai membusuk itu pun kembali pulih seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Dari kejadian inilah banyak orang yang meyakini bahwa Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar, abah beliau, adalah seorang waliullah yang mastur. Dan diceritakan juga bahwa Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, anak dari Al-Habib Ali Simtud Durar, sengaja datang dari Hadramaut ke kota Palembang, ke komplek Asgaf untuk bertemu dengan Habib Ali Al-Munawwar. Di saat itu Habib Ali Munawwar telah menyiapkan kain kafan seraya berkata kepada orang-orang yang berada di komplek Asgaf bahwa akan terjadi kiamat di kampung ini. Semua orang yang ada di komplek Asgaf merasa bingung dengan ucapan Habib Ali Munawwar. Ternyata maksud dari ucapan tersebut adalah wafatnya Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi di komplek Asgaf di rumah Al-Habib Muhammad bin Umar Maula Khela. Selang beberapa tahun lamanya Habib Muhammad Al-Munawwar mendapatkan jodohnya seorang perempuan salihah, istiqamah, beribadah dan sangat sederhana, bernama Hubabah Zainab binti Muhammad Asgaf Al-Fakhr, dan dikaruniai Allah 6 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Habib Muhammad Al-Munawwar sangat cinta orang-orang alim di zamannya. Beliau selalu mencari kesempatan untuk duduk menghadiri majlis-majlis ilmu ulama dan habaib pada saat itu, seperti majlis Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin Muallim Nang, Kiai Haji Abdullah Azhari, Kiai Bedatuan. Kemudian belajar juga dengan ulama berkarisma Kota Palembang, Kiai Haji Muhammad Zain Syukri, dan juga beliau pernah menghadiri majlis Al-Habib Saleh bin Musa Al-Hamid, Habib Saleh Tanggul. Habib Muhammad Al-Munawwar juga pernah menyempatkan hadir di majlis rohanya Al-Habib Al-Gutub Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gersik. Diceritakan oleh beliau sendiri kepada kami, di saat beliau sedang berada di Surabaya untuk urusan dagang, beliau ingin bertemu langsung dengan Al-Habib Muhammad Asgaf Gersik untuk menatap wajahnya, mengambil barakah kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Akhirnya beliau minta bantuan kepada temannya di sana untuk mengantarkan beliau bertemu dengan Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Sesampai di sana, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat beliau bertemu dengan Habib Abu Bakar Gersik, dan langsung dikasyaf oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Gersik dengan berkata, "Anta bin Ali, anta bin Ali." Maksudnya adalah engkau ini anak Ali, engkau ini anak Ali. Padahal Habib Abu Bakar Asgaf belum pernah ketemu sekalipun dengan Al-Habib Muhammad Al-Munawwar. Habib Abu Bakar adalah teman seperjuangan di Sewun dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar, abah beliau. Kemudian selama menjalani hidup berumah tangga dengan istri dan anak-anaknya, Habib Muhammad Al-Munawwar gigih bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal dan barakah. Beliau juga berwirausaha memproduksi sabun, minyak gosok dan celak dan lain-lain yang beliau namakan akara. Akara, lupa sambung apa? Sambungannya anak keturunan Arab. Akara singkatan dari anak keturunan Arab. Namun usahanya tersebut tidak menjadikan beliau lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai imam salat rawatib di Mushola Asgaf, yang sebelumnya ditunjuk Al-Habib Muhammad bin Umar Maula Khailah, menantu dari Habib Alwi bin Syekh Asgaf. Dan juga beliau menjadi khatib Jumat di masjid-masjid dalam beberapa waktu. Beliau juga tegas dan bijaksana mendidik anak-anaknya, dan beliau sangat marah apabila anak-anaknya tidak mengisi waktu maghrib dan isya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga tegas mendidik anaknya dalam belajar membaca Al-Quran. Tahun 1988 mencapai umur 67 tahun, beliau diuji Allah dengan penyakit stroke yang cukup parah.
sehingga beliau tidak bisa bebas beraktivitas seperti biasa. Beliau juga pernah berucap kepada salah satu anaknya dengan penyakit yang beliau derita adalah, Abah sangat-sangat bersyukur atas penyakit ini sehingga Abah dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sakit, beliau tidak pernah mengeluh dan selalu semangat untuk bisa mendatangi majlis-majlis hall dengan becak yang beliau sewa setiap harinya untuk mengantarkan beliau ke musala Asgab dan menghadiri majlis-majlis burdah setiap Jumat di komplek Asgab. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الصلاة القائمة محمد رسول الله شرف الدرجة وبعد مقام محمد ربي اغفر لي والدي ربي اغفر لي والدي ربي اغفر لي ورحمة. Kemudian tahun 2001 beliau menunaikan ibadah haji dan berziarah kepada datuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, hari-hari beliau selalu diisi dengan zikrullah, mendengar tilawatil Quran, membaca wirid para salaf, dan beliau sangat cinta dengan qasidah Imam Busiri yaitu qasidah burdah, sampai-sampai membuat beliau hafal dari sebagian qasidah tersebut, khususnya salawat mudarriyah yang selalu beliau lantunkan di majlis burdah setiap Jumat di komplek Asgab. Beliau juga pernah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut walaupun dalam keadaan sakit, sampai-sampai istri beliau sangat khawatir dengan kesehatan beliau. Habib Muhammad Al-Munawwar mempunyai kebiasaan yang banyak tidak orang ketahui. Beliau selalu menengadahkan tangannya ke langit untuk mendoakan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kasurnya sambil duduk atau berbaring. Beliau sangat hormat kepada tamu. Pernah satu hari, ma'asyiral hadirin, di malam hari tamu dari Muara Enim datang ke rumah ini. Saat itu hujan deras dan lampu padam. Saat itu jam 11:30 malam. Kepala tamu mengetuk rumah saya untuk bertemu kepada Walid Al-Habib Muhammad. Kemudian saya katakan kepada mereka bahwa ini bukan jam yang tepat untuk bertamu karena beliau sedang istirahat. Akan tetapi saya memberanikan diri mengetuk rumah abah saya malam itu dan membangunkan kakak perempuan saya. Kemudian kakak perempuan saya pun melihat abah ternyata belum tidur. Di saat saya mendekati abah untuk memberitahukan ada tamu, ternyata abah sudah menunggu dari siang hari dan sudah tahu akan kedatangan tamu tersebut. Kemudian dengan senyumnya abah menyuruh kami membukakan pintu. Kemudian tamu yang tadi saya kira cuma 10 orang ternyata ada 2 bis, sekitar 100 orang dari Muara Enim. Mereka dipersilahkan masuk dan mereka minta didoakan oleh Al-Habib Muhammad Al-Munawwar dan membawa satu persatu air yang ditiupkan, dibacakan oleh Al-Habib Muhammad Al-Munawwar. Dari jam 11:30 sampai jam 2 malam beliau menemani tamu beliau tanpa rasa mengeluh dan tanpa rasa capek. Padahal kondisi beliau di malam itu dari pagi hari sampai sore hari belum tidur sedikit pun. Inilah ketawaduan beliau dalam menerima tamu yang beliau hormati dari jauh. Kemudian ma'asyiral hadirin
rahimakumullah, selepas meninggalnya istri beliau Hubabah Zainab tahun 2019, dari semenjak itu beliau tidak pernah lagi tidur malam. Beliau tidak pernah lagi tidur malam sampai azan subuh. Apa yang dilakukan beliau? Beliau berkhalwat di atas kasurnya. Beliau berzikir, dan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Beliau tidak pernah tidur, sibuk dengan zikirnya, zikir lisan dan zikir qalbi. Itulah yang beliau lakukan sampai azan subuh. Kemudian tahun 2021 kondisi beliau pun semakin melemah. Tapi beliau masih tetap semangat menunaikan salat fardu, salat sunnah, berzikir, walaupun berzikir dalam hati, mendengar dan menyimak tilawatil Quran, dan bahkan masih mau melayani tamu yang datang kepada beliau. Beliau bercerita di saat beliau tertidur, beliau bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mengelilingi beliau di dalam mimpinya. Tepatnya pada malam 12 Rajab 1442 Hijriah, malam Kamis ba'da Isya. Di saat itu sedang berlangsung majelis tadarus Quran di rumah beliau. Beliau berpulang ke rahmatullah dengan husnul khatimah, diiringi dengan qasidah, burdah dan kiswah penutup makam Rasul yang ada melekat di atas dadanya. Setelah terdengar kabar kewafatan beliau, banyak sekali jamaah yang datang bertakziah untuk mendoakan beliau, dan jenazah beliau pun disolatkan di Mushola Asgaf oleh ribuan jamaah yang hadir, serta menghantarkan jenazah beliau ke pemakaman Guba Asgaf. Ma'asyiral hadirin, beliau tidak meninggalkan apa-apa untuk anak dan cucunya kecuali rumah ini, rumah yang penuh dengan keberkahan, yang saat ini kita berada di dalamnya, karena rumah ini dijadikan tempat menghafal Quran yang dinamakan Madrasah Nasran Azizah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau, menempatkannya di tempat yang terbaik bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta kita pun dikumpulkan kembali bersama dengan beliau kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembacaan managib tadi bisa kita dapatkan hikmahnya dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menginjak acara berikutnya, sambutan dari keluarga Sahibul Haul yang insyaallah akan disampaikan oleh putra dari Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Munawwar, yakni As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Munawwar. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan habibihil mustafa wa imamihil mujtaba. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami merasa sangat bahagia, senang, tersanjung sekali kepada semua yang hadir di tempat ini, dari para ulama, para habaib. Di antara mereka tidak mustahil adalah awliya salihin, insyaallah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu, tadi sudah disebutkan. Tapi nahsabuhum indallahi khaira. Kita meyakini mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang insyaallah kalau mengangkatkan tangan Allah kabulkan doa mereka. Amin. Dan kami sebagai keluarga hari ini juga merasa bahagia dan teramat bahagia di milad, di kemeninggalan, kewafatan orang tua kami yang ketiga. Apapun yang kami buat di tempat ini, sehebat apapun, sebesar apapun, setinggi apapun, tidak sebanding dengan apa yang mereka sudah buat kepada kami. Seorang sahabat Rasulullah SAW datang menemui Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, aku sudah bawa ibuku umrah dan aku dukung ibuku muter Ka'bah.
7 kali. Aku putar, aku dukung itu ibuku. Apakah aku sudah berbakti kepada ibuku? Kata Rasulullah, belum. Belum. Apapun yang kau buat untuk orang tuamu, dan ini kata-kata ini kita ucapkan untuk kami sebagai anak, sebagai cucu. Apapun yang kami buat, sebesar apapun nilainya, tidak sebesar apa yang mereka buat untuk kami. Rasulullah bilang kepada sang sahabat, bedanya antara engkau berbakti kepada orang tuamu dengan cara yang kau lakukan itu dan yang lain-lain adalah ketika orang tuamu berbuat baik pada engkau semasa kecil, dia menunggu besarnya engkau, menunggu dewasanya engkau. Sementara ketika engkau berbuat baik hari ini kepada orang tuamu, engkau menunggu matinya. Jadi beda. Kita tidak buat apa-apa. Kita hanya merasa, inilah rasa terima kasih. Hanya ucapan terima kasih yang kita bisa buat sedikit daripadanya. Dan kita tahu bahwa apa yang mereka sudah buat pada kita luar biasa. Dan salah satu di antara yang kita ingin katakan bahwa terima kasihan kita ini adalah kita bentuk dalam bentuk silaturahmi. Kita ingin menyenangkan orang tua kita. Dan saya juga mengajak, dan keluarga kita mengajak, semua jamaah kita ingin menyenangkan orang tua kita dengan cara membangun silaturahmi. Silaturahmi itu yang akan diingat oleh dia terus menerus sampai ke alam kuburnya. Dan oleh karena itu kita membuat hubungan-hubungan yang baik. Dalam keluarga kecil kita buat silaturahmi. Keluarga Al-Munawwar internal. Dan termasuk selanjutnya keluarga Al-Munawwar As-Segaf. Kita bangun silaturahmi. Karena kedua belah pihak ini ada bagian daripada As-Segaf dan Al-Munawwar. Di As-Segaf ada keluarga kita. Di Al-Munawwar ada keluarga kita. Dan di sekitarnya adalah keluarga-keluarga habaib. Kita ingin bangun tuh silaturahmi. Dan selanjutnya keluarga besar lagi lebih daripada semua keluarga habaib yang ada di Palembang. Kita ingin bangun silaturahmi yang baik itu. Kenapa? Tujuan kita ingin membahagiakan orang tua kita. Karena kita tahu bahwa orang tua kita senang kepada silaturahmi. Itu yang kita ingin buat. Dan barangkali saja perkara yang kecil ini membuat dia bahagia di dalam alam barzahnya di sana. Inilah harapan kita. Dan kita sekarang ini berharap kepada jamaah, bantu doa kepada kami agar kami selalu istiqamah dalam melakukan perbuatan ini tahunan. Dan kita minta di antara jamaah semua, mudah-mudahan kita sama-sama disatukan Allah, dikuatkan Allah, didekatkan Allah hati kita sama-sama dalam rangka mewujudkan kebaikan dunia dan akhirat di negeri ini dan di tempat-tempat yang lain. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah yu'inuna wa yu'in ahlana wa yu'in baladana wa yu'in ra'isana insyaallah. Barakallahu fikum wa barakallahu fi ahlikum wa barakallahu fi jami' ahlina wa ahlikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah. Acara selanjutnya adalah pembacaan suratul Fatihah untuk pembangunan pesantren Darus Sadiqin, Darus Siddiqin, Kampung Salawat. Pimpinan putra sahibul haul Sayyid Umar bin Muhammad Al-Munawwar, yang insyaallah akan dipandu oleh Al-Habib Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Syahab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Al-Fatihah, pembangunan Kampung Salawat Sayyidina fihi ma'had. Nah. Ma'had tayyib. Naam. Darus Siddiqin, Masya Allah. Alhamdulillah, ya akhir isim. Insya Allah Siddiqin
سيجيئون إلى هذا المعهد ماذا لافتتاح هذه البناية، وإن شاء الله قبل أن يبني هذا المعهد لا بد من استعداد إن شاء الله ربنا يفتح ويبارك لهذا المعهد ويكثر به من يريد أن يتبرع بالبناية. فنحن نبدأ ب100 ساق سمن فإن شاء الله يأتي بعدهم أكثر وأكثر. الفاتحة. على نية أن الله يبارك ويتمم بالخير المعهد الذي سوف يبنى في kampung صلوات. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنتفع بها المصلي والسامع والمستمع. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة وبحق كل من قرأ الفاتحة. اللهم يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من أمة الصالحة وأمورنا ناجحة. اجعلنا من أمة الصالحة وأمور البناية معهد الصديقين صالحة. آمين اللهم أنت ولي نعمتنا وأنت القادر على طلباتنا وتعلم حاجاتنا فنسألك اللهم يا الله بحق محمد يا رب وآل محمد آمين لما يسرت أمور البناية معهد الصديقين ولا ما أتممت بالخير. اللهم أنت ولي نعمتنا أنت القادر على طلباتنا وتعلم حاجاتنا فنسأل الله بحق محمد وآل محمد لما قضيت حاجاتنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah permulaan 100 sak, InsyaAllah yang punya banyak melok lebih banyak. Amin. Hadirin, tadi pembacaan surah Al-Fatihah yang khusus saya minta dari Abuya Habib Umar Abdul Aziz untuk kita membaca surah Fatihah atas pembangunan pesantren Darus Siddiqin di Kampung Salawat Indralaya yang insyaallah peletakan batu pertamanya akan dilaksanakan tanggal 8 Maret. Jadi harapan kami adalah doa yang selalu untuk pembangunan ini. Tadi Abuya telah memulai untuk berinfak dengan 100 semen. Mudah-mudahan bukan semen B yang datang. Ada pasir, ada koral, ada besi juga. Kalau semen kalau kacau gitu. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan pembangunan pesantren Darus Siddiqin Kampung Salawat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, tak lengkap rasanya jika makan nasi tanpa ikan asin. Maka tak lengkap juga jika ada majlis namun tidak ada ceramah. Maka dari itu mari kita simak ceramah yang insyaallah mendapatkan keberkahan untuk kita semua, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rodi Al-Kaf. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz Rodi bin Husin Al-Kaf, tafadhol. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita bersama di tempat yang kita tidak ragu bahwasanya rahmat Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sayap-sayap malaikat menaungi orang-orang yang hadir di dalam majlis ini. Adapun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Sufyan ibn Uyainah berkata bahwasanya inda dzikris salihin tanzilur rahmat. Pada saat kita menyebutkan nama orang saleh, pada saat kita menceritakan cerita tentang mereka, maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Adapun keberkahan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hadirin, itu juga tidak kita ragukan lagi, karena di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan ada pada orang-orang tua, ada pada mereka yang memiliki usia lanjut di antara kalian. Dan di sini alhamdulillah, thumma alhamdulillah, majlis yang kita hadiri pada saat ini atau perayaan haul yang kita hadiri pada saat ini ramai dihadiri oleh orang-orang tua, ramai dihadiri oleh para ulama, ramai dihadiri oleh para habaib, ramai dihadiri oleh para asatid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka semua dan menjadikan mereka sumber keberkahan sehingga kita mendapatkan keberkahan tersebut dan dapat membawa keberkahan tadi ke rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan para syiban, memanjangkan umur para syiban, para hadirin, orang-orang yang memiliki andil yang luar biasa di dalam terjalinnya atau terlaksananya acara ini. Semoga Allah balas jasa-jasa mereka, Allah berikan mereka pahala, tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan rahmat, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang mencintai para as-salafus salih, sehingga kita dimasukkan ke golongan mereka dan akan bersama mereka kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan adapun kalau seandainya kita bilang tadi bahwasanya sayap-sayap malaikat menaungi kita, buktinya adalah sukun atau ketenangan atau ketentraman yang sama-sama kita rasakan di majelis yang mulia ini. Karena itu semua adalah dampak daripada hadirnya ruhaniyah para malaikat, karena kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat-ayat Al-Quran, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa majtama'a qaumun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah sebuah kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka saling mendengarkan, saling menyimak satu sama lain, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan, kecuali akan turun ketenangan di majlis-majlis seperti itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi majlis-majlis yang seperti itu dengan sayap-sayapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan atharnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, Al-Fagir ini seperti ikan asin tadi, seperti yang dikatakan oleh pembawa acara. Kalau seandainya makan tidak ada ikan asinnya tidak enak. Jadi alhamdulillah, ikan asin itu memberikan kenikmatan sedikit, meskipun kalau seandainya hanya dia saja makannya tidak enak. Tapi kalau seandainya ada nasinya, ada ikan asinnya, maka jadi sempurna. Alhamdulillah, ikan asin pun dapat memberikan manfaat kepada orang yang sedang makan. Bagaimana dengan orang-orang yang seumur hidupnya mereka
memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Kita dengar, subhanallah, cerita-cerita para as-salafus salih, bagaimana kecintaan-kecintaan para habaib terhadap satu sama lain, bagaimana mereka menghormati ulama, bagaimana mereka menanamkan kecintaan kepada orang-orang saleh di hati-hati anak-anak mereka. Al-Habib Muhammad bin Ali tadi dikatakan bahwasanya ibundanya membawa beliau kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas untuk ditahnik atau diludahi. Subhanallah. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berkata, "Nadhratun minal wali tanqulu minasy syarri ilal khair." Satu pandangan dari seorang wali min auliyaillah itu akan memindahkan seseorang dari kejahatan menuju kebaikan. Dalilnya mana? Buktinya mana? Beliau mengatakan, "Wa huwa dhiddu nadhratil a'in." Dia ini pandangan wali kebalikan daripada nadhratul a'in, pandangan orang-orang yang matanya itu punya penyakit ain. Penyakit ain disepakati oleh ulama manapun, disepakati oleh para muhaddithin. Bahkan hadis yang menyatakan tentang ain diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan lainnya. Al-ainu haq, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyakit ain itu hak. Penyakit ain itu betul adanya. Apa itu penyakit ain? Dampak dari pandangan orang-orang yang matanya kotor, yang memiliki sifat hasud, atau memiliki penyakit yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kata ulama, makanya orang-orang zaman dahulu kalau punya anak, kalau seandainya mengadakan akad nikah, kalau seandainya mengadakan khutubah, mengadakan apapun yang mereka laksanakan, kalau belum jadi mereka tidak koar-koar, mereka tidak membuat acara besar-besaran, mereka tidak pamer sana sini. Kalau kita sekarang ini kebalik, kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di zaman di mana setiap orang itu dengki dengan yang lainnya, bahkan dengan hal-hal terkecil sekalipun, setiap orang kalau punya anak, anaknya ditampakkan di status WhatsApp. Kalau seandainya baru akad khutubah, baru ikat, baru ngantar Fatihah, acaranya besar-besaran. Baru saja begini mendapatkan kenikmatan dan ini dan itu, semuanya dibesar-besarkan. Ini kebalikan daripada yang dilakukan oleh as-salafus salih. Ini semuanya adalah hal yang bertentangan dengan jalan yang mereka lalui. Karena mereka kalau seandainya punya hajat, mereka melakukan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala hawaijikum bil kitman. Kalau seandainya kalian punya hajat yang belum sukses, kalau seandainya kalian memiliki sesuatu yang ingin kalian capai, minta bantu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyebar-nyebarkannya, dengan tidak koar-koar, dengan tidak pamer sana, pamer sini. Jadi ini adalah adah yang tidak baik. Hal-hal yang semacam ini, perayaan boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau seandainya ingin mengadakan tahlilan, ingin mengadakan ini dan itu, tapi bukan dengan tujuan pamer. Sekarang, kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Gersi, yang menghancurkan orang-orang pada saat ini, mereka ini adalah repot dengan tradisi yang bikin repot. Kalau seandainya pengen kawin, kawinnya harus besar-besaran. Kalau seandainya pengen begini, harus besar-besar. Ini semua adalah yang menjadikan kita semua rusak, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang asalnya walimatun nikah, tujuannya adalah melakukan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang sudah jadi ajang pamer-pameran. Sewa gedung sana, sewa gedung sini, tidak mau di rumah kecil-kecilan, begini dan begitu. Akhirnya nanti akan membawa kita ke zaman yang sebelum daripada zaman yang kita rasakan ini. Sebelumnya orang-orang mau kawin itu susah, tapi as-salafus salih mereka melakukan gerakan demi gerakan sehingga tidak ada lagi orang-orang yang merasa malu kalau ikut hadir pada saat haul. Tidak ada lagi yang malu kalau seandainya tidak mengadakan acara walimatun nikah besar-besaran di rumahnya. Tapi kalau seandainya kita balikkan lagi, adat-adat yang sebelumnya sudah berhasil kita hapus, maka ini akan mendatangkan musibah dan mempersulit umat-umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merubah daripada adat-adat yang tidak baik ini dan menjadikan kita kembali meniti daripada jalan as-salafus salih. Karena seseorang akan diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang soleh kalau seandainya mengikuti jalan-jalan yang mereka tempuh. Kalau seandainya mereka walaupun merupakan keturunan daripada orang-orang soleh, akan tetapi tidak beramal seperti amal soleh, maka mereka bisa-bisa jadi seperti anaknya Nabi Nuh alaihi salam.
Mereka akan menjadi orang-orang yang meskipun memiliki keterikatan secara lahiriah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala anggap putus. Makanya kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Gersik, lagi-lagi kata beliau, al-i'tina'us salafus salih bil insan, perhatian salafus salih terhadap seseorang itu sama dengan perhatian orang tersebut terhadap as-salafus salih. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, man sayyab suyyib, orang yang meninggalkan maka akan ditinggalkan. Mereka yang meninggalkan jalan yang dititi oleh as-salafus salih akan ditinggalkan oleh as-salafus salih. Kalau seandainya kita ditinggalkan oleh as-salafus salih, kita akan memilih jalan yang mana? Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kita dengarkan qasidah beliau tadi, beliau tutup, asa ma'akum wala nakhluf kama man khalaf. Semoga kami nanti di akhirat bersama dengan kalian-kalian, wahai salafus salih, wahai Nabi Muhammad, wahai para wali-wali Allah, dan kami tidak tertinggal bersama orang-orang yang tertinggal. Ini beliau yang bilang seperti itu adalah orang yang paling memiliki mulazamah, yang paling memiliki mutabaah dengan adat-adat yang dilakukan oleh as-salafus salih. Kecintaan beliau tidak diragukan, akan tetapi beliau bilang, saya khawatir nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak kumpulkan bersama dengan orang-orang saleh. Jadi semoga ikan asin yang sedikit ini memberikan rasa sedikit di dalam majelis kita, sehingga kita dapat pulang ke rumah masing-masing dan mendapatkan kesan dan mendapatkan ilmu baru. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang diikutkan dengan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala ikutkan bersama dengan mereka anak cucu mereka, dzurriyyah mereka. Akan tetapi dengan syarat biiman, harus mengikuti mereka dengan keimanan. Kata seorang ulama Al-Hanafi, beliau bilang bahwasanya syarat agar supaya kita diikutkan dengan mereka orang-orang soleh adalah kita memiliki sedikit kesolehan yang mereka miliki, sehingga sedikit kesolehan tersebut menjadikan kita sama dengan mereka, dan Allah akan sempurnakan kekurangan-kekurangannya sehingga kita akan masuk bersama dengan mereka. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut fadlullah liman yasha, semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan karamahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaat-manfaat daripada hadir haul ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada as-salafus salih dan mutabaah di dalam jalan mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fagir di sini berdiri sebetulnya adalah raja'un nadrah, minta nadrah daripada para syiban, bukan ingin menasihati, bukan ingin menggurui, bukan dari salah satu daripada niat-niat tersebut. Akan tetapi banyak orang tua kita, kalau seandainya Al-Fagir tidak berdiri di sini, mungkin Al-Fagir tidak dilihat oleh mereka, mungkin Al-Fagir tidak dipedulikan oleh mereka. Akan tetapi semoga berdirinya Al-Fagir di sini menjadikan Al-Fagir orang yang dipandang oleh mereka dan disayangi oleh mereka dan diodaakan oleh mereka, dan kita semua mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Rodhi Al-Kaf yang sudah menyampaikan tausiah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun sebagai penutup acara pada hari ini adalah talqinul dzikir yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Asgaf dari Surabaya. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمينين. الفاتحة. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويفرج همومنا ويقضي ديوننا ويحول حالنا إلى أحسن حال ونعم بال. وأن الله لا يجعل هذه الحوليات وهذه الاجتماعات آخر عهد منا. على الله يعيدنا على مثل هذه الاجتماعات عودة يم سنينا عديدة وأعوام مزيدة في خير ولطف وعافية. وأن الله يبارك لنا في بقية رجب ويبلغنا شعبان ويبلغنا رمضان ويجعلنا من صوامه وقوامه وأوتقى من النار. وأن الله يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين في هذا الشيء العظيم سنين بعد سنين وعوام بعد عوام على ما يحب ويرضى ربنا ذو الجلال والإكرام. على هذه النية ونوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وأسلاف الصالحون في مثل هذه الأيام المباركة وفي مثل هذه الشهر المبارك مثل ما نوينا ومثل ما طلبنا ومثل ما أملوا أملنا. الله لا يخيب رجانا. وأن الله يجعلنا ممن يفرح قلب النبي ومن يفرح قلوب آل بيت النبي ومن يفرح قلوب آبائنا وأجدادنا وأهلنا وأسلاف الصالحون. وأن الله يجعلنا قرة أعين لهم. وأن الله يحفظنا ويحفظ أهلنا وأولادنا ويحفظ السادة العلوية والأمة المحمدية من جميع الفتن ومن شر الفتن ومن شر الزمان. وأن الله يجعلنا وإياكم محفوظين مرضيين مهديين موفقين ومن خيار عباد الله الصالحين. وأن الله يجملنا وإياكم بالعافية والسلامة ويتكرم علينا وعليكم بحسن الخاتمة عند الموت. بعتم الطويل حل جميل على هذه النية وعلى من وصاحب الحول الحبيب محمد بن علي المنور. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وأنت من برحمتك يا أرحم الراحمين وأرحم المسلمين وتوكل الحمد لله.